ان شاء الله يرجع زي الاول. انا كلمت كذا حد وانا كلمت حد من تاني برضه وجبت ناس اعرفهم، ناس ربنا مديهم من واسع في العلم ما رضيش يقولوا لي مين. احنا في القرافه وكاميرات ايه ده، احنا في تراب. العمل بقاله زمن الزمن، العمل بقاله زمان، ده حاجات قديمه قوي وعروسه قديمه وصور قديمه. ايه اللي كان موجود ده بالظبط يعني؟ انا ما كانش موجود حاجه، صورة الكابتن عليها طلاسم وعروسه عليها صورته بطلاسم برضه واوراق عليها طلاسمات وعليها سحر كده، كلام مش مفهوم وفيه ارقام ورموز والله هم مش عارف ايه بحق الطلابس، شهادة الفراق مش عارف ايه حاجات كده يعني، حاجات بتقرا وحاجات لا او ارقام وحروف كده بس. طب تحس ان هو مدفون من امتى؟ من قد ايه؟ من وقت طويل ولا بقاله زمان؟ بقاله زمان. المنطقه ديت الحومه ديت والخمس ست 10 مدافن دول مقفولين بباب واحد من ضمنهم مدفن لكابتن مجدي عبد الغني. مدفن العيله. لكن كابتن مامي زكريا ملوش مدافن هناك ولا حاجه؟ لا هو في الحوش بتاع الكابتن مجدي عبد الغني موجود في المربع دوت، لان هم 5 6 حشان او 10 حشان كده مقفول عليهم باب واحد. احنا بنقول عليها حومه كده يعني. تمام. دي لقينا العمل والكابتن مجدي حوشه جوه بس مش اكتر، لكن هو الراجل راجل مش هيأذيه يعني. بس كان يعني صدفه غريبه ان العمل بتاع مامي يبقى موجود في المقابر بتاع مجدي عبد الغني. عشان مش عايزين نتهم حد اللي حاشا لله يعني، احنا ما بنأذيش، بنقف مع حد عشان ربنا سخرنا ليه. انا تربة خالي، ما تربة خالي تحت المدفن برضه. تمام. انت ايه اللي خلاك تحفر في المكان ده؟ امي عماله بقى انا اسبوع عماله والنبي يا ابني خالك ازرع له صباره عشان خاطري والنبي، انا بحلم بيه كل يوم. انا بزرع الصباره بالصدفه كده يعني. بزرع الصباره اتفاجئنا بالقرف ده. محطوط جوه كيس كده؟ كيس 3 اكياس مش كيس واحد. تمام. ومربوط حلو ومقفول. انا فتحته الحمد لله، بس انا والقرع عليا برضه لان انا تعبت. تعبت؟ ايه اللي حصل لك بقى لما شفت انت الحاجه دي؟ انا تعبت، انا حد كده كان قسمك 2 كان حد شقك 2 كده من وسطك كده، والحمد لله برضه رقت الحمد لله بعد ما الشيخ كان معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بابا عمر، إن صح اللي احنا سمعناه ده فاحنا قدام جريمة، قدام جريمة ضيعت مستقبل بني آدم، قدام جريمة صاحبها ملعون في الكتب السماوية جميعا أمام الله. سحر أسود. وصلنا لسواد القلوب للدرجة دي. أنا ما عنديش معلومة مؤكدة، أنا بقول في بداية كلامي إن صح هذا الكلام فأنا بطلب التحقيق في الموضوع ده، لأن الأمر ده أدى لانهيار حياة بني آدم، ضيعنا مستقبل بني آدم. إن صح هذا الكلام فأنا أطالب بالتحقيق فيه. أنا ما أعرفش القصة زي ما أنتوا سمعتوا، وتم اكتشافها بالصدفة البحتة. التربي بيحفر عشان يزرع، لقى 3 أكياس في منهم ما في جواه صورة للكابتن مؤمن زكريا ومكتوب عليه مرض وموت وحاجات كده. عمل سفلية والعياذ بالله. وحسب كلامه ان هي موجودة في حوش كابتن مجدي عبد الغني. انا ما بتهمش مجدي بحاجة، بس احنا عايزين نعرف مين المجرم اللي عمل كده في حياة بني ادم، مين الملعون اللي جاله قلب يدمر مستقبل بني ادم ايا كان. هو احنا وصلنا للحقد والسواد والغل ان احنا نضيع حياة الناس كده؟ عمل ايه؟ سحر اسود، سحر اسود يا ظالم اللي عملت كده منك لله. ربنا ينتقم منك شر انتقام، ربنا ينتقم منك شر انتقام، ربنا ينتقم منك شر انتقام. بصراحة انا مش عارف اقول ايه، لان الموضوع في الاول والاخر هو اثار، والتربي اللي بيقول ما عنديش دليل مين اللي عمل ولا مدى صحة الرواية. بس انا من بداية مرض مؤمن زكريا
ده مرض يعني والعياذ بالله، مش مرض حد عيان كده، لا تحس حد اتلبس. بس انا خجلت اقولها والله في الاول، ممكن يكون ده سحر او عمل، والله اعلم. لكن ان ثبت هذا الكلام والتربي هذا صادق، انا بطالب في التحقيق في هذا الامر. انا عارف ان صعب نوصل مين اللي عمل كده، لكن بالتحقيق ممكن نوصل اللي عمل كده. ربنا يا مؤمن يعافيك يا رب ويشفيك ويجعل كل اللي فات ده في ميزانك، وان شاء الله حقك عند ربنا مش هيضيع، حقك عند ربنا مش هيضيع. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل كده، وربنا ينتقم منك شر انتقام، ربنا ينتقم منك شر انتقام، ربنا ينتقم منك شر انتقام. واشوفكم على خير ان شاء الله يا جماعه في حلقه جديده مع بابا عمر.